بصوا يا جدعان، لقيت هناك اول مره اشوف حاجه زي كده، اسانسير خارجي. دوكيومنتري جديد وفلوج جديد والتاني مع قناه وليد دوكيومنتري. عايز اكلمكم في موضوع يا جماعه في غايه الاهميه، ونظرا لان الفيديو اللي عندنا على القناه بتاع امتحانات العملي في كليه حاسبات ومعلومات وصلت مشاهداته ليه 4000 مشاهده. واللي ما يعرفنيش ده بالنسبه لي رقم كبير، لان انا قناه وليد دوكيومنت بنعمل محتوى فيما يخص حاسبات والسفر وكل التجارب اللي بعدي عليها في حياتي. ما تنساش تعمل اشتراك. فانا عندي رينج المشاهدات اصلا 500 1000 انت فاهم، بس 4000 ده على فيديو على القناه. قررت ان انا هعمل جزء تاني من كليه حاسبات ومعلومات، بس الجزء الاولاني كان متصور بقاله تقريبا سنتين او 3 سنين. كنت في اولى، النهارده بعمله وانا في ثالثه حاسبات. اوريكم ايه التغيرات اللي حصلت في امتحانات العملي وايه التغيرات اللي حصلت فيا انا شخصيا. حاسس ان هو يبقى حاجه كده ايه يعني يكمل على الفيديو الاولاني. بس خلينا نخش الامتحان عشان الامتحان بادئ بقاله تقريبا سكه ساعه، فربنا يستر. صباح الفل يا رجاله، ولسه واصلين الكليه. قابلنا ريمون زي ما انتم شايفين كده، وشويه هكلمكم في فكره المشروع، بس بعد ما المشروع يعدي عشان يكون اتقبل، عشان ما اكلمكوش في حاجه هي اساسا باطل يعني. ما ينفعش. بص ده يا اسطى فوق يا اسطى، يعني احنا واقفين هنا وانت جينا من هناك. صباح الفل يا رجاله، صباح الفل، احلى صباح عليك. هرحبوا بعبود يا جماعه عشان لسه حالق. بتعمل ايه؟ لف. لسه ما اعتزلتش الكلام ده. عبود اخويا الكبير طبعا زي ما انتم شايفين، يعني بصوا، يعني هو في دور وانت في دور. كيفك يا حاج؟ مش مستحمل خلقات يا ولدي. يا دكتور جبت التاني. احساسك يا عبدو، انت لسه جايب 8 من 10 في العملي. المادة دي عاوز اشيلها اصلا. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عاوز اعيدها يا ابني والله. بصوا يا جماعه، لقيت مين؟ بصوا هناك كده، بصوا معايا هناك. بصوا مين معانا. انت بتسجل ايه؟ دوكيومنتري قبل جديد، لسه بصور فلوج. اخر مره كنت قابلت واحد اسمه نور، بس هو ساب الكليه دلوقتي. هو كان بيقول لك انت كنت بتلعب ايه؟ بقول له بلعب لعبه سباق عربيات كده على الكمبيوتر. هل امبارح كنت بتشجع باريس سان جيرمان ولا برشلونه؟ والله كنت بلعب على الكمبيوتر، عندي لعبه كده اسمها تنقلات. والله يا جماعه بصوا، الحاجات دي بتعتمد، دي ارزاق في الاول وفي الاخر. يعني الراجل اهو كان سنتين من سنه دلوقتي مش معانا وكده، فصور القط صور القط. فبرضه احنا بنقول للناس ان هي تفضل تسعى، بس هي مش هتوصل. يا اسطى انت عملت لي الله يا اسطى عليا ماده مشروع. يعني انت بتجمع ان عبده مش سالك؟ مش سالك يا اسطى ريمون سالك برضو ولا؟ ازيك يا اسطى؟ طب يا عبدو ده ما يحسسكش ان في حاجه غلط من عندك ولا حاجه؟ والله صعب الغلط من عندهم. كلنا يا اسطى اللي غلط. يا باشا احنا الحمد لله سلمنا المشروع على خير. مش عارف انتوا سامعيني كويس ولا ايه، نعتذر لو الصوت مش واضح قوي. ايه فكره المشروع اللي سلمناه النهارده والحمد لله تقبل معانا. هنا حويل جنبي عنده تسليم مشروع كمان شويه كده، ماده يو اي كده وديزاينات وبتاع تبع الويب. المشروع بتاعنا ايه فكرته؟ المشروع بتاعنا كالتالي: انت النهارده مثلا عايز تبعت حاجه لحد عن طريق مثلا ساعي بريد او كده، بس ساعي البريد دوت ممكن يفتح الجواب، ففي كلام مثلا ما ينفعش الراجل ده يشوفه لاي سبب من الاسباب، عايز تخبيه عليه، ممكن الكلام ده غلط يوديك في داهيه، فممكن تكتبه على الورق بقلم حبر او قلم جاف، بس اللي هو المخفي اللي هو بتكتب بيه، اللي هو القلم اللي هو السحري ده تكتب بيه ما يبانش، بس لما بتنور بنور ازرق كده الكلام كله بيبان. فالراجل لما بيفتح الورقه يبص ما يلاقيش اي حاجه، بس انت لما بيجي لك الجواب بتروح منور بتشوف. الراجل اللي كتبه بحبر مخصوص بيشتغل مع النور اللي معاك. دي فكره المشروع، بس بقى عندنا ايه في كمبيوتر ساينس. يعني هو عباره عن ايه؟ انا النهارده عايز ابعت لك كلام مثلا، بس عايز اخبيه يعني ما يبقاش باين. ده بيستعملوه اكتر مثلا في التهكير او في حاجه زي كده، او ممكن يستعملوه ان انت عايز تخبي الكلام عشان الكلام ده مثلا ان ايثيكال او اي حاجه شبه كده، تمام. فالفكره بقى ان انت هتجيب الكلام ده تبعت لواحد زميلك مثلا او لحد عامه صوره، والصوره دي هيبقى فيها كلام، هتحطه في وسط الصوره دي الكلام، بس الكلام ده هيبقى مش باين. طب ازاي؟ اللي بنعمله كالتالي: الصوره دي الكمبيوتر اساسا ازاي بيقراها؟ الكمبيوتر بيقرا اي صوره عباره عن يعني شبكه من البكسلات، مربعات، بكسل بكسل بكسل، كل بكسل تتخزن في شويه ارقام عشان الكمبيوتر يقدر يفهمها بزيرو واحد، فانت بتغير في رقم من الارقام دي، تمام. فانت بتحط الكلام بتاعك حته حته في كل بكسل. يعني ممكن يبقى اول بكسل انت مثلا هتقول مثلا كلمه وليد تكتبها في الصوره بس ما تبقاش باين، هتحط حرف الدبليو في 6 بكسلات مثلا، فاول بكسل هيبقى فيه جزء من المعلومات بتاعت حرف الدبليو، والبكسل الثاني فيه الجزء الثاني والثالث والرابع، فما تجمع الست بكسلات دول يديكوا حرف الدبليو، وهكذا بقى في الكلام كله بقى كحروف بقى، كلام كتير قوي. فاهم ازاي؟ بس ده كان فكره المشروع، الحمد لله عملناه وتسلم الدنيا تمام. ممكن اوريكم بقى يعني شكل الدنيا عامله ازاي ككود يعني. مش مستاهل اعملها راونديشن. نياكة الصعايدة دي مش عايزة، انا ما بحبش حد صعيدي يقعد جنبي. دي
فبكده بنشرح ازاي البروجكت بتاع النهارده كان شغال، والالجوريزم كانت ماشيه ازاي، وايه اللي كان مطلوب، وايه اللي بيخش وايه اللي بيخرج. وده كان يوم من احدى ايام العملي ثالثه حاسبات. اتمنى يكون فكره الفيديو عجبكم. وانا عامل الفيديو ده لاي حد مثلا داخل حاسبات، لان انا كنت في ثانوي كنت نفسي اشوف بيعملوا ايه مثلا هناك في الكليه. فالعملي ده بيكون اقرب حاجه للواقع يعني، فكنت حاسس ان هو فكره كويسه ان انا اصور حاجه زي كده. ونتمنى ان شاء الله ان الفيديو ده فايرال زي الاولاني. الفيديو الاولاني جاب 110 لايك و4000 مشاهده. انا حاطط امل وتارجت ان الفيديو ده ان شاء الله يجيب 5000 مشاهده و150 لايك مثلا. انا عارف ان الارقام قليله بالنسبه للكونتنت اللي حوالينا، بس المهم ان الواحد يبان واقعي يعني، ما يبقاش ايه بيطمح لحاجه هو مش فيها دلوقتي. وخليكم معانا مع البي رولز ان شاء الله هتشوفوا الشغل عالي قوي قوي قوي. يا من إليه بعزه أتشفع وبذلتي أعلو إليه وأخضع يا منقذ الغرق ويا من عبده يدعوه في ظلم الخصوم